بسم الله، مرحبا بكم أحبابي الزينين. اليوم جبت لكم وصفة المقروض، وصفة ناجحة من أيدي الوالدة ربي يحفظها ويبارك في عمرها. من هذه اللحظة ندعو لكل أمهات ربي يحفظهم ويعطيهم الصحة وراحة البال على تعبهم ومحبتهم لينا. خليكم معايا في الوصفة وطريقة التحضير. في وصفتنا راح نحتاجو سميد خشين، سميد متوسط، والسمن. راح نديرو 2 عبار تاع سميد خشين وعبار واحد تاع سميد متوسط. هكذا راح يكون عندنا 3 عبار تاع سميد. في كل 3 عبار تاع سميد راح نديرو عبار واحد تاع سمن دايب. بعد ما نرصو مليح السميد تاعنا خلوه يرتاح. انا صراحة نبيته ليلة كاملة يرتاح هكذا باه يجيني بنين. وراح نضيفو ايضا الملح. بعد ما ارتاح لنا السميد تاعنا، انا هنا كنت درت له لافاني. انا لافاني في المقروط ونفضل نديرها حتى في الاخر. بعدها راح نقسمو السميد تاعنا باسكو راه بزاف ويغبلنا في الخدمة، ونقعدو نلمو فيه بالماء والمازا. هنايا نغربلو ماشي نعجنو. في العقلة تاعي كنت درت التمر، كبابة، جنجلان، كوكاو مرحي، مغرف كبيرة تاع دهان، ومغرف معصر. هنايا الطابع كل واحد والشكل اللي يفضله. بعد ما نقطعو كامل الحبات تاعنا راح نسخنو الزيت تاعنا مليح، ونقلو كامل المقروط تاعنا ونعسلوه تمت.
وهكا نكونو كملنا وصفتنا لهذا اليوم، نتمنى أنها تعجبكم، ما تنسوش دعموني وتشتركوا في القناة. ربي يحفظكم ويحفظ جميع أمهاتنا ويبارك فيهم في فيديو جديد إن شاء الله.